بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، يحتفل المغاربة في كل سنة من هذا الشهر بحدث عظيم وذكرى مشهود لها، ذكرى المسيرة الخضراء، فهي خاطرة ربانية وتظاهر إيمانية وتجسيد للوحدة وتأكيد للبيعة وتجديد للعهد. لبى نداءها الأفئدة والقلوب، ونشطت لدعوتها الأعضاء والجوارح. كانت بعثا جديدا للأمة ومبعث وعي جديد بمسؤولية المواطنة، سعت إليها النفوس سعيا شارك فيها الرجال والنساء والشيوخ والشباب من القرى والمدن، وتسابقت مختلف فئات الشعب لنيل شرف المساهمة فيها غير عابئة بالمشقة والمخاطر والصعاب والمتاعب. يقول الراحل الحسن الثاني رحمه الله: وقد كان يبدو لبعض الناس أن دفع 350 ألف مغربي إلى الصحراء مشروع خيالي بل غير معقول. لقد نسوا أن هؤلاء الرجال والنساء السائرين في المسيرة هم المغاربة. لبوا نداء المحبة والحكمة والعبقرية مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وامتثلوا لأمر الله، فكانت مسيرة حب تعلق الشعب بالعرش والعرش بالشعب في إخلاص دائم وولاء مستمر وطاعة تقابلها حكمة وحسن توجيه وتدبير من القائد الملهم رحمه الله، لقوله: إن مخطط المسيرة قد درس ونفذ بعناية ودقة. المسيرة الخضراء لم تكن مجازفة ولا عملا ارتجاليا، بل حدث عظيم. لقد جددت المسيرة الخضراء في النفوس معاني التضحية والفداء، وأذكت في القلوب روح الإيمان بالله وبوجوب الجهاد في سبيله، مصداقا لقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو جهاد من القائد الرائد رحمه الله وشعبه الوفي، وجاء النصر والتمكين والفتح من الله تحقيقا لجواب القسم المحذوف: لنهدينهم سبلنا. ومما جاء في خطاب فاتح ذي القعدة 1395 هجرية الموافق ل5 نوفمبر 1975، قوله رحمه الله: شعبي العزيز، بمجرد ما تخترق الحدود عليك أن تتيمم على الصعيد الطاهر بتلك الرمال، ثم تستقبل القبلة وتصلي بأحذيتك لأنك مجاهد ركعتين شكرا لله تعالى. كان هذا الإيمان العميق وهذا التوجيه السديد هو مفتاح أسرار نجاح مسيرة الفتح الخضراء المضفرة. كانت وستظل حدثا متميزا لا يزيده مرور السنين وتعاقب الأيام إلا لمعانا وإشراقا. حققت الفتح المبين والنصر والتمكين، وجسدت الوحدة بين الشمال والجنوب، وجددت العهد وأكدت بيعة إخواننا بالصحراء لأمير المؤمنين رحمه الله، وهم ما زالوا على العهد ليومنا هذا. وجميع المغاربة تحت القيادة الراشدة السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وختاما، نسأل الله أن يشمل برحمته وعفوه ومغفرته الملكين الراحلين محمدا الخامس والحسن الثاني رحمهم الله وجزاهما الله عنا خير جزاء، وأن يبارك ويحفظ ملكنا وقائدنا محمد السادس
وأن يمكننا الله من النجاح والنصر في كل خطواتنا. وصلى الله عليه وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.